عبد الله، قوم يا اخويا ما تسيبنيش لوحدي. فاكر يا اخويا لما كنت بتقول لي انا عايز اشبع منك؟ فاكر لما كنت بتوصيني على الدنيا خدتك مني يا عبد الله، وانا اللي دفنتك بيه. قوم يا اخويا عبد الله. شد حيلك يا ابني. الناس اللي ماشيين معاك على الطريق راحوا، وانت هتكمل لوحدك. ربنا يا ابني ما بيحملش حد فوق طاقته. ممكن الشيلة تكون تقيلة على الظهر، لكن ما تكسروش. شيل نفسك يا ابني، محدش هيشيلك. عبد الله مات. الو، حياتك الباقي؟ لا، محتاج اقعد لوحدي. انا حاسس ان انا مش هقدر اكمل من غير عبد الله. عبد الله كان كل حاجه في حياتي. حاسس ان انا مش هقدر اكمل. انا عايز اعرف بس حكمة ربنا في انه ياخدك انت ويسيبنا. انت لسه حياتك قدامك طويلة، هتأثر في حياة الناس وهتفرق. ركز في العلامات اللي بتجيلك وافتكر كلامي. إيه انت مين؟ هو انت عبد الله اخويا؟ انت عايش؟ انا مش فاهم حاجه. العبط ده بس. لا، انت مجنون ولا ايه؟ انت مجنون.
انت عارف يا ياسين؟ انا نفسي في مكنه زي دي، هاخدها واطير. خلاص اعمل كده وانا هستناك هنا. صاحبي انت كويس؟ باشا صاحبي كويس؟ باشا انت بقى كويس ولا ايه؟ انت كويس طيب؟ انت اغمى عليك على الكورنيش جبناك على هنا. انت كويس طيب خد ازازة ميه. عمالين نفوق فيك طول الطريق، بقيت كويس خلاص؟ يلا سلام بقى، كافيتيريا هناك بقى، ظبط نفسك. انا ايه اللي جابني هنا؟ اروح ازاي؟ فتح يا اعمى. انا مش فاهم انت مين وعايز مني ايه؟ جررني وراك وانا مش فاهم حاجه. انا اصلا غبي اني صدقت واحد مجنون زيك. افتكرتك تبع اخويا الله يرحمه. انت واحد مريض نفسيا بيستخدم الناس عشان خاطر يخلصوا له مصالحه. طب مش عامل حاجه ووريني هتعمل ايه؟ لا 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 ما تسيبنيش في نص الطريق والنبي. انا اصلا انا مش متعود اعمل حاجه لوحدي. رد عليا. رد. انا بس عايز اعرف انت مين وعايز مني ايه، وليه بيحصل لي كل المشاكل والمصايب دي بس؟ بقول لك يا عبد الله، قول لي، هو ليه الدنيا فيها مشاكل ومصايب؟ يعني ايه اللي فيها مشاكل ومصايب؟ هي يا ابني تنفع من غير مشاكل ومصايب؟ ازاي؟ يعني هي الدنيا كده، من غير المشاكل والمصايب دي هتخلق لنا ناس ضعيفه وساذجه. وانت ما ينفعش تبقى ساذج، انت بطل حياتك، فاهم؟ مش دوبلير. المشاكل دي هي اللي هتشكل لك شخصيتك، هتعرفك انت مين. يمكن باين عشان كده سموها ان هي مشاكل. فاهم يا ياسين؟ فاهم. طب يلا. والنبي يا ريس روح ناحيه الشنطه اللي هناك دي، خلينا نشوف ايه دي. ماشي يا مدام. يلا يا اخويا مد لا تقع. والنعمه هي والنبي يا اسطى رجعني مطرح ما جبتني الله يكرمك. يلا يا اخويا بسرعه، يلا يا اخويا. عم كريم، ما تعرفش مين اللي جاب السكوتر ده هنا؟ لا والله ما اعرفش يا استاذ شريف. دادا خير؟ ايه اللي رجعك؟ انت ناسي حاجه؟ انا يا بنتي وانا مروحه التقيت شنطتك اللي انت كنت نازله بيها الصبح مرميه في النيل، جبتها لك ورجعت. لا مؤاخذه بس بصيت جواها كده ولقيت البطاقه عشان اتاكد. خدي يا بنتي شنطتك. شكرا يا دادا، هي فعلا سرقت مني الصبح عشان كده كنت راجعه بعيط. شكرا بجد. الحمد لله يا بنتي. شكرا.
انا اللي عايز افهم كل اللي بيحصل ده. عملت فيا كده ليه؟ ومين الراجل اللي خد الموتوسيكل ده؟ الحق عليا اني مشيت ورا واحد معتوه زيك. انت خليتني حرامي، بس انا لو عرفت انك مش تبع اخويا هفضل وراك وهجيبك ومش هسيبك، وهخليك تندم على اليوم اللي كلمتني فيه. انت اللي عايز مني ايه؟ انا عايز افهم دلوقتي حالا. هو في ايه بس؟ أنا اللي بيحبك وعايز مصلحتك، أنا اللي بيساعدك، أنا اللي بينور لك طريقك وبيديك الخريطة تمشي بيها. بس أنت مصمم تعاند وفاكر إنه ضدك، بس مش كل الناس تقدر تفهم ده، عشان كده مش لازم تفهم.